لا، ما هو اللي بيحصل ده بقى شيء غريب وغير مفهوم، فلما الملامة على مصر طول الوقت؟ ولو انت مش فاهم القصة ماشية ازاي تعال افهمها لك بهدوء. من فترة قريبة ايران قالت لامريكا خدي بالك، لو انت ضربت القواعد النووية اللي موجودة عندي في ايران هخبط لك في القواعد العسكرية اللي انت حطها في الشرق الاوسط وبالتحديد في دول الخليج. اما ابو حنان ما سمعش الكلام وقال لك ايه هو بمزاجهم ده بمزاج انا، طلع طيارات اسمها بي 2. البي 2 دي بص حاجة فوق الوهم وفوق الخيال بشوية. الطيارات دي يا سيدي راحت ضربة 3 قواعد نووية لإيران، أصفهان ونطنز وفوردو. قيل إن التأثيرات تكاد تكون معدومة أو مش موجودة أصلا، وقيل إن سببت أضرار بسيطة. القصة كلها مش هنا، القصة في تحذير إيران لأمريكا إنك لو عملت كده هروح أضرب لك القواعد العسكرية. فبعد الكام خبطة دول قامت إيران طالعة ببيان وقالت لكل العرب أو كل الخلايجة يا جماعة أنا هضرب القواعد الأمريكية اللي موجودة عندكم، طلعوا نفسكم انتوا بره الحكاية دي علشان خاطر أنا قصدي أمريكا وقصدي القواعد الأمريكية. علشان تقوم إيران ضربة ناحية قطر حوالي 17-18 صاروخ ناحية القاعدة اللي موجودة في قطر، قاعدة العديد، ودي قاعدة أمريكية من بدري قوي محطوطة في قطر. المهم المتحدث العسكري في قطر قال لك إيه؟ قال لك إن دفاعاتنا الجوية أسقطت حوالي 17 صاروخ من ال 18 صاروخ اللي اتضربوا، والصاروخ ال 18 وقع في القاعدة نفسها. قام رئيس مجلس الوزراء القطري قال لك إحنا نحتفظ بحق الرد على إيران للضربات اللي ضربتها على الأراضي القطرية. فإيران قالت لهم يا جماعة أنا ما كنتش ضرباكم انتوا، انا بضرب القاعده الامريكيه اللي موجوده عندكم، لا احنا نحتفظ بحق الرد. اما ابو حنان في النص كده مطلع تصريح وقال لك ايه؟ احنا بنشكر ايران في انها عرفتنا ميعاد الضربه مسبقا علشان ناخد احتياطاتنا ونقلل الخسائر اللي ممكن تنتج عن الضربه دي. ايه ده؟ هو انتوا كنتوا عارفين بميعاد الضربه مسبقا؟ مصادر عسكريه مطلعه قالت على الجانب الاخر دي كمان ايران كانت عارفه ميعاد الضربه الامريكيه على القواعد النوويه بتاعتها في ايران. هنا مخك يحصل له ايرور. هو مين مع مين؟ بما ان امريكا كانت معرفه ايران مسبقا بميعاد ضربتها، وبما ان ايران كانت معرفه امريكا مسبقا بميعاد ضربتها على قواعدها في الخليج، طب ما الجزيره طول الوقت مشجعه ايران واقفه جنب ايران وبتدعم الموقف الايراني. وانا اقصد هنا قناه الجزيره مش علشان القناه نفسها، لان القناه دي هي الاعلام الرسمي لدوله قطر، واي جمله بتتقال هناك فهي توجهات الدوله القطريه. بما ان قناه الجزيره كانت بتدعم الموقف الايراني، اذا الموقف القطري كان مع ايران في الحرب اللي فاتت دي. طب دلوقتي رئيس مجلس الوزراء القطري قال لك احنا هنحتفظ بحق الرد على ايران، اذا كده تتوقع ان ضربه تحصل من قطر على ايران. بص ده كله بتسال نفسك سؤال واقعي جدا، هو مين مع مين وازاي المصالح بتتغير بالشكل ده بين ساعه والتانيه؟ والحرب اللي دايره في الشرق الاوسط ما بين ايران واللي ما يتسموش دي هتنتهي ازاي وهتنتهي امتى؟ بما ان الشيء بالشيء يذكر، خلينا اذكر لك ان في عدد من القواعد الامريكيه مش بطال قوي في دول الخليج. في دول عربيه ما فيهاش بس قواعد امريكيه، لا ده قواعد روسيه زي سوريا، وقواعد تركيا زي سوريا برضو، وبعض الدول الخليجية. مصر ما شاء الله يعني ما عندهاش ولا قاعدة عسكرية لأي دولة من الدول، وبفضل الله قادرين نحمي نفسنا. هنا بس في بقين جوايا عايز أقولهم. لما ال 18 صاروخ طلعوا من إيران علشان يضربوا قاعدة أمريكية اللي اتصدت لهم قطر، ولما الصواريخ دي كانت بتعدي في الأجواء الأردنية علشان تروح الأراضي إياها كانت اللي بتتصدى لهم الأردن. ليه بقى طول الوقت طالعين لنا في المقدر إن مصر دي بتخون العرب ومصر دي واقفه ضد العرب؟ شويه افتحوا معبر رفح، شويه في قافله جايه عليكم افتحوا لها الحدود. على الرغم ان اي دوله من الدول اللي بيطلع ناس منها تتكلم عن مصر هم اوائل الدول اللي بتقف تتصدى لاي حاجه هتيجي سواء على امريكا او على الناس اياه. فلما الملامه على مصر طول الوقت؟ وهنا ممكن كلامي يتفهم شماته، اقسم بالله ابدا، ولكن احنا طول الوقت وانا بشوف ده في فيديوهاتي في الكومنتات تحت، طول الوقت في بعض ناس من هناك تخش تكتب لك هي في مصر فين؟ هو جيش مصر فين؟ جيش مصر بيحمي حدودها وبيحمي بلده. جيش مصر قادر انه يحمي بلده بدون ولا قاعده عسكريه، قادر تحمي نفسك بنفسك. فربنا يحفظ كل دول العرب، ولكن بدون ملامه على مصر او بدون ما تحطوا مصر في الكورنر وتقولوا بصوا مصر خانت العرب. لو وصلت معايا للجزء ده ما تنساش تقول لي ايه رايك في اللي داير ده، وهل قطر فعلا هترد على ايران رد عسكري؟ استنى رايك تحت في الكومنتات، وربنا يحفظ مصر وجيشها وشعبها وكل الدول العربيه.